تخيل حيوان يقدر يجري أسرع من العربية في الشارع بسرعة توصل ل120 كيلومتر في الساعة. النهاردة هنتكلم عن الفهد، أسرع حيوان بري على وجه الأرض، واللي بيجمع ما بين القوة والرشاقة في مشهد يخطف الأنفاس. أولا، حقائق عن سرعته. الفهد يقدر يوصل لسرعة ما بين 98 إلى 120 كيلومتر في الساعة. خطواته أثناء الجري ممكن توصل ل7 متر في القفزة الواحدة. يقدر يحقق السرعة القصوى في ثواني قليلة، وده بفضل عضلاته القوية وعموده الفقري القوي. لكن الجري ده مش بيستمر أكتر من 30 ثانية بسبب الإرهاق السريع. الفهد مش بس سريع، ده أقرب إنه يكون صاروخ حي بين الحيوانات البرية. تاني حاجة، موطن الفهد. هو بيعيش في مناطق السافانا والسهول المفتوحة في أفريقيا، مع وجود عدد قليل في إيران، وبيحتاج مساحات واسعة علشان يقدر يطارد الفريسة بتاعته. بيختار فريسة زي الغزال والظبي، وبيعتمد على عنصر المفاجأة. الفهد بيستغل البيئة المفتوحة عشان يحولها لساحة سباق طبيعية، والنتيجة دايما مطاردة مثيرة. لو جينا نقارنه بحيوانات سريعة برضه زي الظبي الأمريكي، سرعته 88 كيلو متر في الساعة، وده بيعتبر تاني أسرع حيوان بري. الأسد سرعته 80 كيلو متر في الساعة، قوي لكنه أقل سرعة. وآخر حاجة الكلب السلوكي، سرعته 74 كيلو متر في الساعة، وده أسرع كلب في العالم. حتى الحيوانات القوية زي الأسد والكلب السلوكي ما يقدروش ينافسوا الفهد في سباق السرعة. تالت حاجة، حياته. الفهد بيعيش عادة منفرد أو في جماعات صغيرة خالص، وبيعتمد على بصره الحاد لتحديد الفريسة من مسافة بعيدة. ديله الطويل بيساعده على تحقيق التوازن أثناء الجري بسرعات عالية. للأسف عدد الفهود يتراوح ما بين 9000 إلى 12000 فقط، وده بيخليها مهددة بالانقراض. رغم قوته وسرعته، الفهد بيواجه خطر حقيقي، وده بيخلينا نسأل، هل ممكن نخسر أسرع حيوان بري بسبب الإنسان؟ الفهد مش مجرد أسرع حيوان بري، ده رمز للرشاقة والقوة في الطبيعة. من سرعته الخارقة لقدرته على الصيد، بيخلينا نشوف إن الطبيعة دايما فيها أبطال خارقين. والسؤال ليكوا، لو كان في سباق بين الفهد وأسرع سيارة رياضية، توقعوا مين يكسب؟